العجيبة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا الله ما أرحمك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن نفي عذابه لأمة محمد استخدم الفعل ليعذبهم مع قوله وأنت فيهم. لما؟ لأن الفعل يرتبط بزمن معين، نعم، أو زمن محدد، ووجود الرسول عليه الصلاة والسلام على الأرض زمن محدد. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يعذب أمة محمد وهو فيهم، وهذا الأمر مرتبط بزمن معين، لذلك استخدم كلمة ليعذبهم، استخدم الفعل. لما؟ لأنه مرتبط بزمن، وهذا الزمن سينتهي بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت دقة الله سبحانه وتعالى في استخدام الفعل يعذبهم. أما في قوله وهم يستغفرون استخدم الله اسم الفاعل. وما كان الله معذبهم، معذب هذا اسم فاعل من الفعل عذب، فالله سبحانه وتعالى ينفي أن يعذب، أنه عذب مستغفر في الماضي أو يعذب مستغفر في الحاضر أو سيعذب مستغفر في المستقبل. وكما قيل كان لدينا أمانان من عذاب الله: وجود الرسول والاستغفار. الرسول مات، لم يعد بيننا، فليس لنا أمان من عذاب الله إلا الاستغفار. والله لدينا كنز يسمى الاستغفار، عسى الله أن يجعلنا نحسن استخدامه. سيدنا علي يقول: لا أعتقد أن الله يعذب مستغفر. فقيل له: ولما؟ قال: من ألهمه الاستغفار؟ قالوا: الله. فقال: كيف يلهمه الاستغفار ويعذبه؟ فالاستغفار إلهام من الله سبحانه وتعالى، والاستغفار كنز. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كل هذا بالاستغفار، فكيف نغفل عنه؟ تريد بنين، تريد مال، تريد زوجة صالحة، تريد صحة، تريد نعيما من الدنيا، تريد نعيم الآخرة، الاستغفار. والله الاستغفار يفتح أبوابا ما اعتقدت في حياتك أنها تفتح. كنز احرصوا عليه كل الحرص ودربوا لسانكم عليه، حتى إذا غفلتم أو شردتم لسانك يعمل، لسانك يستغفر. والله ما أغلق باب إلا وفتح بالاستغفار. من منا ليس له حاجة إلى الله من حاجة الدنيا أو الآخرة؟ فقط استغفر بنية هذا الأمر. تريد أولادا؟ استغفر بنية الأولاد. تريد مالا؟ استغفر بنية